السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. انا كان عندي قطعة القماش دي، هي تقيلة شوية قريبة للجلد كده، وحبيت ان انا اعمل بيها فكرة مقلمة، او ممكن تكون نستخدمها لأي حاجة تانية، ممكن تكون شنطة ميك اب او محفظة، اي حاجة يعني لها استخدامات كتير. كل واحد بقى حسب احتياجه هيكون لايه. هعملها معاكم كده من غير مقاسات، من غير اي حاجة يعني. الاول هسويها كده لان هي مش مظبوطة. هابتدي اساوي كل الزيادات اللي فيها دي واخليها متساوية عشان ابتدي الفكرة معاكم. الناس اللي بتشوفني لأول مرة تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلها كل جديد. هبتدي ان انا اخد مقاساتي كده، اشوف المقاس اللي انا عايزاه اذا كان المقاس كده مناسب ولا اصغرها شوية. انا حاسة ان هي هتبقى عريضة، فهبتدي ان انا اصغرها شوية. آم، ممكن برضو الفكرة دي يا جماعة نعملها من قماش جينز او قماش يكون تقيل شوية ويكون شكله حلو برضو. هي القماشة دي ليها لمعة كده، شكلها حلو بصراحة. فأنا كنت شايلها كده ان انا استخدمها لأي حاجة تكون كويسة يعني. هبتدي بقى اول حاجة ان انا هعملها. اسوي كده الجزء اللي فوق ده، هعمله على شكل نص دايرة من غير برضو مرسمها ومن غير اي حاجة خالص. هبتدي اخد نص دايرة كده بالمقص، وسهلة خالص، انا عملتها قدامكم عشان تشوفوا قد ايه هي سهلة، مش محتاجة ان انا ارسمها مثلا او ان انا اعمل علامات ولا الكلام ده خالص. هي سهلة خالص. هبتدي ان انا اعمل تدويرة كده صغيرة بالمقص نفسه، هتطلع معايا مظبوطة زي ما انا عايزاها بالشكل ده. احنا ممكن تتساب زي ما هي، بس حبيت ان انا اعمل فيها شكل كده يعني. وهبتدي اطبقها كده بالشكل ده. لو متوفر مكنة ممكن نخيطها على المكنة او بخيط وابرة عادي. لو مش موجود برضو ممكن نستخدم الشمع، يعني اي حاجة. المهم ان احنا نثبتها من الجنبين. انا هبقى عاملاها كده، بس حبيت اشوف المقاس كده معايا مظبوط ولا محتاجة ان انا اصغر او اقص منها حاجة تانية. هي كده تمام. هكمل بقى عليها. هبتدي ان انا كده الزق الجناب. انا عندي مسدس الشمع سخنته كويس جدا، لازم يسخن كويس قوي علشان ما ترجعش تفك تاني معايا. وهحط شوية شمع كده حلوين عشان تلزق كويس قوي. ممكن نعمل علامة الناحية التانية عشان تبقى مظبوطة معانا. لكن انا بالنسبة لي انا عارفة ان هي كده مظبوطة، لان لو مش مظبوطة الاقي في زيادة كده طالعة من الجنب او حاجة، لكن هي كده تمام طالما الناحيتين مظبوطين على بعض، يبقى انا كده المقاس بتاعي تمام. مش محتاجة ان انا اعلم واخد المقاسين زي بعض، هي كده مظبوطة تمام. طبعا انا لزقتها كده، حطيت شوية شمع كده حلوين، نتوصى كده بالشمع يا جماعة عشان تلزق كويس. الجزء بقى اللي فوق ده اهو، انا عايزه اعملها يبقى ما تبقاش مغطيه خالص على الجزء اللي تحت، لا لازم يبقى في حته كده فاضي فراغ ما بين الناحيتين. وهبتدي بقى عايزه اعمل فيها اي شكل. انا هعمل هقص قطعه كده عشان اعمل منها فيونكه. ممكن بقى يا جماعه التزيين ده حاجه يعني كل واحد بقى وذوقه، كل واحد هو ومزاجه. يعني ممكن تجيب ورد، في اشكال ورد كده برضو بتتباع اشكال حلوه من بره. بس الفكره بالنسبه لي ان انا عايزه اعيد تدوير الجزء ده، مش عايزه اكلف نفسي حاجه، انا مش متوفر عندي ورد دلوقتي. فانا هعملها بفيونكه من نفس القماشه، وهتبقى شكلها حلو برضو تمام، مفيش فيها اي مشكله. هبتدي ألزقها كده بشمع، بس طبعا هو مش هيلزق فيها كويس أوي وهي كده هتفك مني تاني. ف يعني انا عملتها وانا عارفه ان هي مش هتثبت، لازم يتلف عليها زي شريط كده. وهعمل برضو شريط من نفس القماشه، لو في شريط ستان برضو هيبقى حلو. بس انا حابه ان انا اعمل الفكره كلها من نفس القماشه، عشان ما مش عايزه اكلف فيها اي حاجه، عايزاها كلها تبقى حاجه واحده. وعلى فكره شكلها كده برضو تحفه، شكلها حلو قوي. هبتدي ان انا الف بقى قطعه الشريط اللي انا قصيتها دي. هبتدي ان انا الفها كده على الفيونكه عشان اثبتها معايا، الفها عليها مره تانية كده. وهبتدي ان انا اثبتها برضو بالشمع. اهم حاجه يا جماعه نسخن الشمع كويس قوي، ونخلي بالنا واحنا بنستخدم الشمع، لان بصراحه بيبقى صعب قوي لما بيجي على الجلد، يعني بيبقى صعب. عملتها بقى كده، هي ثبتها. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم ايه في الفكره دي. يعني الفكره متكرره، ممكن تكون متكرره كتير يعني، بس هي كانت القماشه عندي وكنت حابه ان انا اعملها حاجه، وحبيت ان انا اشارككم الفكره دي معايا. آم، طبعا انا جهزت الفيونكه، ركنها بقى على جنب. عارفين السكوتش؟ السكوتش ده يا جماعه خطير.
لازم يكون موجود في كل بيت بصراحة، لإنه استخداماته كتير جدًا. ولو في أولاد بقى في البيت فيعني هنستخدمه في حاجات كتير أوي، أي حاجة بايظة عندهم، شنطة بايظة، مقلمة، الشوز بتاعهم مثلًا، وبيتباع منه الأبيض والأسمر، وفي منه في منه بيبقى أرفع من كده شوية، وفي عريض، يعني زي ما أنتم عايزين، بس بأمانة هو يعني ضروري في البيت بصراحة، لإن أنا استخدمته في حاجات كتير، بينقذ يعني في المواقف الحرجة. المهم هابتدي بقى إيه، آخد كده أشوف المقاس بتاعي اللي أنا عايزاه، ممكن بقى تحدّدوا. أنا بُصّوا يا جماعة أنا باحب أشتغل كده إيه من غير علامات، لإن أنا باحس إيه، يعني أنا باضبط العلامات المقاسات كده بعناية، اللي ممكن يتلخبط في المقاس ويحس إن الحاجة مش مضبوطة معاه، بعلامة بسيطة خالص كده بالقلم وهتلاقوا الدنيا تمام معاكم، وهتلاقوا كل حاجة مضبوطة. أحط بقى شوية شمع حلوين عشان ده بالذات لإني هافتح وأقفل بقى كتير، فأنا محتاجة إن هي تبقى ثابتة كويس أوي معايا، وممكن تخيطوها لو في مكنة خيطوها. طبعًا إحنا حطينا الجزء الخشن، الناحية الناعمة بقى عشان أتأكد إن هي تبقى مضبوطة، هالزقها تاني على القطعة اللي تحت، وهابتدي أحط عليها الشمع كده من فوق. الخطوة دي على فكرة مهمة أوي، علشان أضمن إن الاتنين يبقوا على قد على بعض بالضبط، يبقوا مقفولين على بعض بالضبط، تمام؟ لايك بقى، عايزة لايكات كتير بقى وشير عشان خاطر الفيديو يا جماعة يتشاف، تمام؟ أهي. وهالزق بقى خلاص، هي كده أنا متأكدة إن هي بقت ثابتة معايا كويس، هابتدي إن أنا ألزق الفيونكة بالشكل ده، أحط برضه شوية شمع كده حلوين عليها والزقها كويس. هي الفكرة تمام كده خلصت معايا، أنا هاستنى بس الشمع ينشف شوية وهاوريكم هي قد إيه ثابتة وقد إيه جميلة، وعلى فكرة عملية جدًا، ممكن نستخدمها في أكتر من حاجة، يعني ممكن تبقى مقلمة، نحط فيها الميك اب، نحط فيها أي حاجة، نستخدمها محفظة، وحلوة كمان كبيرة إن هي ممكن نحط فيها الموبايل بتاعنا مثلًا لو خارجين ومحتاجين ناخد مثلًا معانا الموبايل ونحط فيها الموبايل برضه، ممكن يتحط فيها الموبايل والشاحن والهاند فري بتاعتنا عشان ما تتوهش معانا في الشنطة، يعني بتبقى منظم للشنطة نفسها. وهي ثابتة جدًا على فكرة، الشمع مخلّيها فعلًا ثابتة أوي. لو في مكنة أو إبرة وخيط برضه هتبقى تمام. أتمنى تكون الفكرة بجد عجبتكم وتقولوا لي رأيكم بكل صراحة، وإن شاء الله يبقى في أفكار تانية كتير الفترة الجاية. أهي يا جماعة بُصّوا ثابتة وجميلة خالص والله العظيم، شكلها جميل أوي في الآخر. التزيين برضه أنتم ممكن تزينوا زي ما أنتم عايزين، بس أنا حاساها كده شكلها أشيك لإن كلّها نفس القماشة فشكلها حلو أوي. تنسوش يا جماعة اللي أول مرة بيشوف الفيديو بتاعي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل له كل جديد، وقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عايزين أي فكرة جديدة أو أي حاجة مختلفة عرفوني في التعليقات وإن شاء الله هقدر أنفذها لكم بسرعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.